الحلوة دي قامت تعجن في البدرية كوكو كوكو. صباح الخير، صباح النور، صبحو تربحو. قولوا لي اسكتي بلا ما تغني، الصوت ديالك ماشي ديال الغنى. متفقه معكم، غير بغيت ندخل معكم نضحك معكم شويه وصافي. نتمنى راكم بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو في احسن الاحوال. كيف ما كتشوفوا هاني جيت نتقضى لو بواغو، البورو، الكرات وقيله. المهم راه ماشي بصله خضاريه. والسيد ها هو كيحفر ليا لو بواغو، الله يعطيه صحيحته يا ربي. والله لا يخطي علينا الفلاحه فين ما كانوا، بلا بيهم راه ما كاين والو. دابا الارض ما فيها والو سبحان الله العظيم، لحقاش البرد وخصوصا داك الجليد. اما هاد لو بواغو كيصبر شويه على الجليد. وحنا غادي نهز داكشي الكميه اللي بغيت وغادي نمشيو ينقيها ليا، الله يعطيه صحته يا ربي. هنا واحد الكليب مصدعني بالنبيح، واف 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 واف. قلت له خرج من قدامي ولا غادي نضربك تدخل في غيبوبه مده اسبوع. وسولته على البيض البلدي، قال لي راه كاين. الدجاجات راه ما شاء الله بداو كيبيضوا، هانتوما. اللهم بارك، اللهم لا حسد يا ربي. غير حبيت نشارك معاكم. عنده شي ديوكا، شي الوان ما شاء الله روعه. ما عرفتش غادي يبان لكم الالوان ديال دوك الديوكا. وهنا غادي ناخد البيض ان شاء الله، واخا كيبيعوه شويه غالي ماشي مشكل يستاهل. هنايا الله يعطيه صحيحته راه كينقي ليا لو بواغو، غادي يحيد ليه دوك الشوائب وداك التراب وديك التربه. وكنا كنهضروا على النحل، لحقاش عنده سميتو عنده الاشباح ديال النحل. ولكن للاسف كما قال لي النحل تا هو غادي وتيموت. نتمنى والله ينجينا ما ينقرضش النحل، لحقاش من كثرة المبيدات والمزارع الفلاحة كيداوي واللي عندهم الكتارات بزاف. كنا كنهضروا على هذا الشيء، على الطبيعة. وفي نفس الوقت كينقي لي هذاك الشيء وغادي يعبروا ويغسلوا بالماء ونخلصوا ويعطيني البيض ونمشيو للدار ان شاء الله. نشارك معكم واحد الوصفة بهاد لو بواغو، نتمنى تعجبكم وفرجة ممتعة، ونتمنى نكون ديما خفيفة ظريفة على قلوبكم. ويلا نتلاقاو في الدار. وهنا شوفوا تبارك الله تبارك الرحمن البيت الجديد شفت حتى هو، واخا غالي شويه ماشي مشكل. وغادي نشارك معكم واحد الوصفه ديال البيض وواحد الشوربه ديال البواغو. هذه هي وقته كيما تنقولها وغادي نبقى نقولها عليكم غير بالخضر ديال الموسم. يلا فرجه ممتعه وان شاء الله يعجبكم الفيديو يا ربي. على بركة الله غادي نشارك معكم واحد الشوربه كتجي ما شاء الله زوينه وخفيفه وكتوالم رمضان ومن غير رمضان، يعني بالليل هكا كتجي واحد العشيوه خفيفه ظريفه. هنا كيف ما كتشوفوا عندي حبه بطاطس مع فص من الثوم. هنا عندي لو بواغو يعني البورو، وقيله سميتو الكرات وقيله. هنا عندي شويه د الكوزه هذه في اخر شيء، وشويه ديال الملحه على بركه الله. هنا درت شويه ديال الزيت، غير شويه ما كملش حتى معلقه ديال زيت الزيتون. انا غادي نحط البطاطس وداك شويه ديال الثوم، وغادي نضيف لهم داك الكرات يعني لو بواغو. راه ماشي البصله خضريه، راه الكرات لو بواغو بالفصحى ما عرفتش. وغادي نضيفو شويه ديال الملحه، وغادي نديرو فوق العافيه غير يتشحر واحد شويه كما كتشوفوا. غادي نديرو فوق العافيه غير باش يتشحر شويه، غير ماشي يتقلى يتحمر، غير يتشحر شويه وغادي نتلاقاو. انا حبيت نشارك معكم كيفيه تنظيف البواغو، لحقاش هو معروف كينوض في التراب ولا في الرمل على حسب فين كيغرسو، وكيكون مخبي فيه التراب. هانتوما كيف ما كتشوفوا. وباش تنقيوه مزيان خصكم تحلوه هكا تعملوا له هاد الاشرطه هكا بالموس
وانتوما كيف ما كتشوفوا، نتمنى الفكره وصلت لكم وواضحه. ومن بعد كتطلقوا الماء وكتبقاو تغسلوا الداخل هكا، متبقاوش كيتغسل معاكم مزيان. ونتمنى وصلتكم الفكره واضحه، واكيد يكون شي بانيو هكا ولا يكون شي بانيو نقي، تجمعوا داك الماء تسقيو به وريضات ولا تجففوا فيه ولا لحقاش كيكون الماء نقي هكا يمشي منه. هذا الماء تسهر واحد شويه، دابا كيكون عندي الماء سخون غادي نحيد عليه. ونضيفوا شويه ديال الفلفل الاسود ونخليوه حتى تيطيب، ونطلقاو الكوزه ما غادي جوز تطيب، ما غاديش نزيدوها حتى تنطحنوا هاد الشوربه هادي. هانتوما بعد ما طاب وطحنتها كتجي على هاد الشكل، وكنضيفوا لها رشه ديال جوز الطيب يعني الكوزه غير شويه. هو الشكل النهائي، شوفوا ما شاء الله كتجي روعه. هنايا زينتها بشويه ديال الثوم القصبي، شويه ديال البابريكا، هنا شويه ديال البورو حمرته جا مقرمش، هو غادي يعطينا ديك القرمشه ملي كنشربوه في الحريره ولا كناكلو في الحريره في هاد لاسوب، كل واحد واش تيقول. هنايا درت شويه ديال الخبز محمص ودهنته بزيت زيتون وحكيته بشويه ديال الثومه ورشه ديال الملح. غير جربوا هاد الطريقه كيجي روعه مع الشوربات. مع هانتوما حمصوا شويه ديال الخبز نديروا عليه شويه زيت الزيتون وحكوه بشويه ديال الثومه ورشه ديال الملح، وكيراقب كيرافق الشوربات ديالكم. ها هو غادي يطيح لي انا هنايا، وهذا هو الشكل النهائي. بالصحه والراحه، نتمنى تجربوها. هي خفيفه كتجي يعني ما كتحتاجش مكونات بزاف، وبصحتكم وراحتكم. وهنايا غير حبيت نشارك معكم هذه الاضافه. كاينين الناس اللي كيبغيو الشوربات يكونوا كريميين اكثر، ياخذوا القشده يخفقوها حتى تولي شونتي، ولكن بدون سكر، غير لا كريم هكاك طبيعيه، وتحطوا لا سميتو الشوربه ديالكم بنفس الطريقه وتحطوا ديك لا كريم وتقدموها بالصحه والراحه، وكتجي كريميه اكثر. وتلاقي الخير وبالتوفيق للجميع. بابا.